تعالوا بقى بينا نشوف ايه صينية الجلاش القمر دي عملناها ازاي. بجد بجد طعم رهيب وهيعجبكم جدا، وان شاء الله تدعولي. بجد تنفع قوي لتغيير بقى طعم الجلاش. طريقة جديدة، وفعلا كمان طريقة للي ما بيحبش اللحوم الحمراء. دي حلوة قوي هتنفعكم. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل اللي بيشوفوني. معاكم نونة من قناة حياة نونة. النهارده هنعمل مع بعض صينيه حلوه جدا، صينيه الجلاش بالقطع الفراخ. ومعاها حشوات تانية. جميله جدا ولذيذه وخفيفه وهتعجبكم جدا، وتنفع برضو للناس اللي ما بتحبش اللحوم الحمراء. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها مع بعض طبعا الحشوه. هنعمل الفراخ. هنا حطيت طاسه على النار وفيها شويه زيت. وهنا قطعت الفراخ، كانت عندي متفرزنه بانيه متفرزن، قطعته كان سهل جدا. بطلعه نص ساعه يفك، وبعد كده بقطعه بيبقى سهل قوي في التقطيع عما هو سايب. وبعد كده حطيت معلقه خل بتدي نكهه حلوه كده، وفي نفس الوقت بتضيع الزفاره خالص من الفراخ. جربوها. هتعجبكم جدا. بعد كده من المية نشفت منها هنزل بصلاية مبشورة او متقطعة صغير وعليها ورق لورا، وهنزل برضو بالتوابل بتاعتي: روزماري وشوية زعتر وشوية قرفة صغيرة، مش حابة ما تحطهاش اختياري. وبرضو توم باودر وفلفل اسمر. الفلفل الاسمر طبعا اساسي في اي لحوم. وشوية بهارات وبابريكا وشوية ريحان صغيرة. هبدأ بقى اقلبهم كلهم كده مع بعض. انتي حابة تحطي زيادة في التوابل حطي، حابة تنقصي من التوابل دي نقصي براحتك. حطيت معلقة مية كده عشان تستوي، بحب الحاجة مستوية براحتها يعني. وهنا حطيت معلقة صوص الباربيكيو، بيدي كده نكهة كده حلو، معلقة صغيرة قوي. بعد ما تستوي خالص بحط المعلقة دي على الاخر خالص بعد ما بتستوي، تدي نكهة وفي نفس الوقت بتعمل طعم جديد كده في الفراخ. هنا بقى معايا الجلاش بتاعي. هنا اللفة بتاعتي فيها 12. وانا الصينية بتاعتي كبيرة، فانا هحط لفة ونص يعني عشان يبقى حلو كده برضو، مش رفيع قوي، يبقى السمك بتاعه متوسط، ما يبقاش رفيع قوي هيبقى ناشف مش حلو، انا محبوش رفيع قوي. وهنا دي الصينية بتاعتي هي كبيرة، فهبدأ احط خدت لفة ونص. ومعايا فلفل حراق، لو انت مش حابة الفلفل الحراق ممكن تبدليه بالرومي الاخضر. وهنا فلفل الوان برضو كنت مفرزاه في القناه وطريقته موجوده، هنزلها لكم في صندوق الوصف او اول تعليق مثبت. والجبنه الموتزاريلا، ودي الفراخ اللي احنا شوحناها مع بعض. وبرضو معايا سمنه مسيحاها. خلاص، وهي السمنه مسيحاها. هبدا بقى احطها في الصينيه وادهن الصينيه كلها بالسمنه كده زي ما انتم شايفين. الصينيه دي حلوه جدا 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 وطعمها تحفه، وطلعت بصراحه حلوه جدا. وخفيفة كمان عن اللحمة المفرومة او اللحمة المتعصجة. هبدأ بقى احط ايه لفتين لفتين يعني ورقتين. هبدأ احط قصدي ورقتين زي ما انتوا شايفين يمين وشمال. هظبط ده على الصينية كده، وما بين كل ورقة وورقة بحط شوية سمنة عشان يبقى الجلاش بتاعك مورق. هنا خلصت الجزء النص اللي تحت. هبدأ بقى احط الحشوة بتاعتي. حطيت الفراخ اهي. ابدا بقى اوزعها في الصينيه كده كلها. وطبعا الفلفل الحراق لو انتي مش عايزاه زي ما قلتلك ممكن تبدليه بالفلفل الرومي العادي. وهبدا احط الفلفل الالوان كده برضو زي ما انتوا عايزين تزودوا كمان زيتون هيبقى حلو جدا. اي حشوه عايزه تزوديها جبن تانية جبن رومي براحتك، بس دي الحشوات اللي كانت موجوده عندي. وبرضو حطيت الجبنه الموتزاريلا اهي زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى احط ايه نص التاني اللي بيبقى فوق برضو بنفس الطريقة. هحط ورقتين ورقتين واوزعها يمين وشمال، مرة يمين ومرة شمال. والزيادة اللي في الجناب هبدأ اتنيها على تحت او لفوق، ده براحتك، كده كده مش هتبان في الصينية. هبدأ بقى اقطعها قبل ما ادخلها الفرن. طبعا بكون مولعة الفرن بتاعتي ومسخناها على درجة متوسطة يعني. وهبدا بقى ايه اقطعها كده التقطيعه اللي انت عايزاها. انا اقطعه مربعات، عايزه سمبوكسات براحتك. انا هبداه ايه اقطع مربعات كده. لازم تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن
عشان مش هينفع تقطعيها بعد ما تدخل الفرن، هتبقى صعبة جدا. قطعتها اهو، دخلتها الفرن، خدت نص التسوية بتاعتها بالظبط. يعني انا دخلتها استوت نص سوا وخرجتها على طول قبل ما تكتمل في السوا كلها. هبدأ بقى ايه، احضر كوباية لبن وذرة ملح وشوية فلفل اسمر، بس كده. طب انا ليه خرجتها وما كملتش سواها وحطيت اللبن من نص كده؟ عشان لو حطيتي انت اللبن في اول ما تحطي الجلاش في الفرن هينشف منك، مش هيبقى طري. لكن جربي الطريقه دي هتبقى حلوه جدا. دخليه نص سوا وخرجيه تاني من الفرن واسقيه باللبن. عايزه تحطي بيضه على المكون ده حطيه، بس انا مش هحط. انا مش من نوعيه الناس اللي ما بحبش البيض قوي على وش الحاجه. هبدا بقى احط اهي، وبرده في الاخر هتشوفيه الوش بتاعه حلو وطري ومستوي كل حاجه. هو كده كده فيه لبن، فخلاص. زي ما انتوا شايفين وزعت الكمية كلها على الصينية كلها، وهدخله بقى الفرن تاني يكمل سواه خلاص، وياخد الوش بتاعنا الحلو ده. بعد بقى ما خرج، شايفين بقى الوش طلع حلو ازاي؟ طبعا شكله تحفة يعني، وفعلا بيبقى خفيف جدا عن اللحمة المعصجة. وبصوا يعني الحشوة حلوة جدا. لو عجبكم الطريقة ما تنسيش تعملي اللايك، ولو انت جديدة على القناة واول مرة تشوفيني انزلي على طول اشتركي.